ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. الحلقة الثالثة والرابعة من الموسم الثاني من مسلسل هيترز باك اوف. الحلقة الثالثة بتبدأ مع ميريندا وخالها جيم، واللي بيتفرجوا على طفلة صغيرة اسمها فيري بتقلد ميريندا، وبتقول انها هتقدم الفقرة دي في حفلة المواهب اللي جاي. ميريندا بتزعل جامد من اللي هي بتشوفه لانها بتعتبره ده انتحال لشخصيتها. اما خالها فبيجي في باله ان فيري دي عاوزة تسرق نجومية وشهرة ميريندا، وان حفلة المواهب اللي بتقول عليها دي هي الحفلة اللي هتكون طريقها لنيويورك. وبيحاول هو وميريندا يشوفوا حل للمشكلة دي، بس فجأة بتدخل عليهم بيساني وبتشيل فيشة الكمبيوتر وبتقول لهم انها مش هتشغل الكمبيوتر تاني غير لما يقوموا ينظفوا الصالة اللي هم بهدلوها. جيم وميريندا بيحاولوا يفهموها ان ما عندهمش وقت للكلام ده، وان معاهم مشكلة جامدة لازم يشوفوا لها حل، لكن بيساني بتصمم على رأيها وبترفض تشغل الكمبيوتر. جيم وميريندا بيطلعوا على الصالة بس ما بينظفوهاش كويس، وبيساني بترفض انها تشغل الكمبيوتر غير لما الصالة ترجع زي الاول، لكن هما ما بيعجبهمش الكلام ده خالص. فبيقوم جيم واخد ميريندا وطالعين على باتريك وبيعملوا حساب جديد لميريندا، وجيم بيخلي باتريك يكتب رسالة تهديد ليها، وانها لو ما بطلتش تقلد ميريندا هم هيوصلوا ليها وهيعاقبوها على اللي هي بتعمله. بس بيتفاجئوا ان فيري بتعمل لهم بلوك، فبيقرروا انهم يرجعوا على البيت. ايميلي بتقول لمامتها انها اخدت لها اجازة من الشغل بتاعها لانها محتاجة للراحة، وبتديها المشروب بتاعها. بيساني بتحاول تقنع ايميلي انها ما تاخدش المشروب ده، لكن ايميلي بتقول لها انه معمول من الفواكه وانها لازم تمشي على نظام اكل صحي علشان صحتها محتاجة قوي لكده. بس هما بيتكلموا بيلاقوا ميريندا وجيم وباتريك دخلوا البيت بسرعة. ميريندا وباتريك بيعملوا فيديو زي الفيديو بتاع فيري بالظبط، وجيم بيحاول يدور على اي معلومة عن فيري، بس وهو بيدور بيلاقي شات للبنات فبيدخلوا وبيسألهم عليها، لكن البنات بيطردوه بره الشات على طول. ميريندا وباتريك بيتفاجئوا ان الفيديو جاب تعليقات كتير، لكن التعليقات كلها اتهامات لميريندا بانها محتالة وبتقلد فيري. ميريندا بتتصدم وبتقول لخالها ان الحقائق بتتقلب وان الصح هو الغلط والغلط هو بقى الصح. خالها بيطمنها وبيعرفها انه عنده خطة عشان يقضوا بيها على البنت اللي اسمها فيري دي، وبيقول لهم ان قدر يتجسس على البنات دول امبارح بالليل وسمعهم بيتكلموا عن عرض للمواهب في مدرستهم وفيري هتكون فيه، ومن خلال البحث الدقيق بتاعه قدر يوصل لصورة قلم دكتور أسنان. ده معناه ان فيري هتروح على دكتور الأسنان الأول وبعدها هترجع على المدرسة، وبما ان البنت اللي في سنها مش هتقدر تمشي غير مسافة 150 متر إذن هم لازم يدوروا على المدرسة اللي في المنطقة دي. جيم بيقول لهم انه عمل حصر ل7 مدارس موجودين في المنطقة اللي جنب دكتور الأسنان، وقدر يجيب أسمائهم، ومش فاضل غير انهم يروحوا يدوروا على فيري في كل مدرسة منهم لحد ما يقبضوا عليها. جيم بعد ما بيخلص كلامه بيتفاجئ ان باتريك بيقول له على اسم المدرسة بكل سهولة، فبيستغرب، لكن بيقول له انه عارفها بس كان هيقول عليها في الاخر يعني، لكن هو عاوز يعرف ازاي باتريك عارف اسم المدرسة. باتريك بيشاور له على صورة بنت من البنات وبيقول له ان اسم المدرسة مكتوب على التيشيرت بتاعها. جيم بيقول لهم انهم لازم يروحوا بسرعة على المدرسة علشان يفضحوا البنت دي، لكن باتريك بيقول لهم ان بيساني خدت العربية وراحت على الدكتور، واللي بيكون مبسوط من التحاليل والتقارير الطبية بتاعت بيساني لانها مستقرة وما فيهاش اي مضاعفات، وده بسبب اهتمام ايميلي بيها وانها عملت لها نظام غذائي صحي، ده غير انها بتحافظ على انها تاخد العلاج بتاعها في مواعيده بانتظام. لكن بيتفاجئوا ان جيم وميريندا بيدخلوا عليهم العيادة وبيطلبوا مفتاح العربية من بيساني، بس ايميلي بترفض علشان مامتها تعبانة ومش هينفع ترجع البيت من غير العربية، وكانت هتقوم بينهم خناقة، لكن بيساني بتتدخل وبتنهي الكلام على انها هتروح معاهم على المدرسة. ولما بيوصلوا ايميلي بترفض ان مامتها تنزل من العربية عشان صحتها. جيم بيدور على فيري في كل حتة في المدرسة، وباتريك وميريندا بيكونوا مستنينه في الحمام، وبعد شوية بيدخل عليهم بيها. باتريك بيتفاجئ ان فيري مجرد طفلة صغيرة جدا ومعجبة بميريندا وبتاخد رأيها في الفيديو اللي هي عملته، لكن فيري بتتفاجئ ان ميريندا بتكتفها، وواضح كده ان فيري مخها بايظ زي مخ ميريندا بالظبط، لانها بتكون فاكرة ان ميريندا جت عشان تساعدها في الفقرة بتاعتها، وان كل اللي بيحصل ده اضافة من اضافات ميريندا على الفقرة. جيم وميريندا بيروحوا على الكواليس بتاعة المسرح، وميريندا بتشوف طفلة بتقدم الفقرة بتاعتها وبتتريق عليها عشان لابسة جزمة بتطلع اصوات غريبة، لكن خالها بيقول لها ان ده اسمه فن الكلاكة فبتتريق عليه هو كمان. في الوقت ده بيساني بتكون قلقانة على ميريندا وعاوزة تنزل عشان تطمن عليها، لكن ايميلي تطلب منها تفضل في العربية عشان صحتها وان هي اللي هتروح تطمن عليهم بنفسها.
بنفسها. وبيجي الدور على الفقرة بتاعت فيري، وجيم بيطفي النور كله بتاع المسرح، وميريندا بتتكلم مع الجمهور وبتقول لهم انها هتحكي لهم حكاية بنت نصابة ومحتالة، وبتحكي لهم على اللي عملته فيري معاها. بعد شوية بيدخل باتريك ومعاه فيري، والجمهور بيستغرب لما بيشوفوا فيري وهي متكتفة. ايميلي بتتصدم من اللي بتشوفه قدامها، فبتجري بسرعة وبتفك فيري وبتطلب منها تمشي، لكن ميريندا بتهجم عليها وبتوقعها على الارض، وكلهم بيحاولوا يخلوها تسيب البنت لكن هي بترفض. فجأة بيساني بتدخل المسرح وبتزعق لهم وبتقول لهم كفاية كده، وبتشخط في ميريندا وبتطلب منها ترجع على البيت حالا، لكن بيساني بتتعب وبيغمى عليها. بتبدأ الحلقة في المستشفى، وميريندا وجيم بيكونوا عاملين فيديو لبيساني بعد وفاتها، لكن ايميلي بتقول لهم ان الفيديو ده ملوش اي لازمة، خصوصا ان مامتهم لسه عايشة. بس ميريندا بتقول لها وايه فايدة الفيديو لو مامتها ماتت وما اتفرجتش عليه. وبيوصل باتريك اللي بيكون معاه اول شيك من اليوتيوب لميريندا، وبيكون في مبلغ $40. جيم وميريندا بيطيروا من الفرحة، وجيم بيعلق الخطة بتاعته وبيشطب على اول خطوة، وهي انهم يكسبوا فلوس من الفيديوهات. وبيقول لميريندا ان الدور جه على الخطوة التانية، وهي انهم يشتروا هدوم ومستلزمات يطبعوا عليها صورتها، وبعدها يبيعوا الحاجات دي ويكسبوا فلوس اكتر. لكن باتريك وهو بياخد الكمبيوتر بتاعه بيوقع الشوربة على بيساني وعلى الشيك بتاع ميريندا. ايميلي بتكون قلقانة قوي على مامتها ومهتمة انها تطمن عليها، خصوصا وان الشوربة كانت سخنة قوي. وجيم وميريندا بيغسلوا الشيك بالمية عشان ينضفوه من الشوربة اللي اتكبت عليه، وطبعا الشيك بيبوظ خالص وميريندا بتزعل جدا. لكن خالها جيم بتجيله فكرة مجنونة زيه، وبيقول لميريندا انه هيتصرف وهيجيب لها هدوم مجانية وهيطبع عليها صورتها كمان. وبيروحوا كلهم على مخزن المستشفى وبياخدوا هدوم ومستلزمات كتيرة قوي وبيرجعوا بيها على أوضة بيساني. ايميلي بتشوفهم وبتكون رايحة للدكتور، وبتطلب من باتريك انه ياخد باله من مامتها وما يخليهاش تمشي من الأوضة خالص. ايميلي بتقابل الدكتور وبتطلب منه يعمل لها الفحوصات اللازمة عشان هي عاوزة تتبرع بكليتها لمامتها، لكن بتتفاجئ ان خالها جيم بيدخل عليها وبيكون عاوز ياخد منها شوية دم لانه محتاج يستخدمه في طباعة صور ميريندا على الهدوم. ايميلي بتتخانق معاه وبتطرده بره الأوضة خالص. جيم بيرجع لأوضة بيساني وهو زعلان، وبيقول لهم ان ايميلي بتتبرع بالدم لحد غريب ومش راضية تدي لخالها شوية دم. بيساني بتسأله هي بتتبرع لمين، لكن جيم ما بيردش عليها لانه مش عارف اي حاجة. باتريك وميريندا بيستخدموا الطباعة بتاعة المستشفى وبيطبعوا صورتها على الهدوم اللي معاهم، وبعدها جيم وميريندا بيروحوا على أوضة مريض من المرضى اللي في المستشفى وبيعرضوا على اهله انهم يشتروا منهم هدوم او اي حاجة عليها صورة ميريندا، اللي بتفضل تعمل حركات غريبة قوي قدامهم بتخلي اهل المريض يطردوهم بره الأوضة خالص. جيم وميريندا بيرجعوا لباتريك وهم زعلانين قوي من اللي حصل، لكن باتريك بيهديهم وبيقترح عليهم ان ميريندا تعمل عرض ازياء في المستشفى، وبكده ممكن يبيعوا هدوم كتيرة من اللي معاهم. جيم وميريندا بتعجبهم الفكرة قوي وبيبدأوا في تنفيذها على طول، وبيجهزوا الريسبشن بتاع المستشفى لعرض الازياء. وبتشوفهم واحدة من الممرضات وبتفتكرهم من الجمعية الخيرية اللي دايما بتعمل عندهم حفلات للمرضى، وجيم بيأكد لها على الفكرة بتاعتها. باتريك بيشوف بيساني وهي خارجة من اوضتها فبيروح لها بسرعة وبيعرف منها انها عرفت ان ايميلي عاوزة تتبرع لها بكليتها وهي مش عاوزاها تعمل كده، لكن باتريك بيقول لها انها انسانة محظوظة جدا عشان لقت حد يحبها للدرجة دي، وبيطلب منها ما تمشيش من المستشفى وتسيب ايميلي تعبر لها عن حبها ليها وتقدر التضحية اللي بنتها بتعملها علشانها. بس هي بتقتنع بكلام باتريك وبترجع على اوضتها وبتقابل ايميلي وبتقول لها انها عرفت اللي هي عاوزة تعمله وموافقة عليه. ايميلي بتفرح قوي وبتحضنها جامد، لكن فرحتهم ما بتكملش لان الممرضة بتقول لهم ان نتيجة الفحوصات بتاعة ايميلي بتقول انه مش هينفع ايميلي تتبرع بالكلية بتاعتها لمامتها. جيم بيكون بدأ عرض الازياء بتاع ميريندا وماسك الميكروفون بتاع المستشفى وعمال يتكلم عن جمال وشياكة الهدوم بتاعة ميريندا واللي كلها معمولة من المستلزمات بتاعة المستشفى. وباتريك بيلف على العيانين عشان يلم منهم فلوس، بس جيم بيكون قافل الطرقة بتاعة المستشفى على المرضى ومش مخلي حد فيهم يعدي، وبيكون فيهم واحدة حامل وجوزها بيتخانق معاه عشان يخلي الدكتور يشوفها، ده غير ميريندا طبعا اللي بتكون عاملة ازعاج لكل المرضى اللي بيتفرجوا عليها. بس فجأة بتلاقي ايميلي قدامها وبتتخانق معاها وبتقول لها انها انسانة انانية ومستهترة ومش مسؤولة كمان، ومش حاسة ان مامتها ممكن تموت لو ما عملتش عملية نقل الكلية في اقرب وقت. بس ايميلي بتتفاجئ برد فعل ميريندا واللي من غير ما تقول كلمة واحدة بتجري بسرعة عشان تتبرع بكليتها لمامتها، والعملية بتنجح. وباتريك بيكون قاعد جنب ميريندا ومعجب بيها قوي بعد اللي عملته مع مامتها. اما جيم فبيكون نايم جنب بيساني على السرير لانه ما بيحبش ينام على الكنبة. وبكده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الرابعة، اكيد طبعا في تكملة. اتمنى يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.